السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في الفيديو اليوم. أولا رمضان مبارك سعيد للجميع. الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نقترح لكم هذه المعسلة هذه بريوات ديال اللوز، كيجيو معلكين، كيجيو مقرمشين، وكما كتشوفوا كيجيو معسلين حتى للقلب، كيجيو معلكين خطيرين. هاد البريوات هادو كنتمنى ان شاء الله تبعوا الفيديو من الاول لاخر وتجربوهم، خصوصا الناس اللي كيطرطقوا لهم في الزيت اولا اللي كيخدموهم وكيفقدوا القرمشه ديالهم بسرعه. فخليكم معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخر، ان شاء الله غادي ينجحوا معكم اول تجربه وغادي يبقاو معلكين ومقرمشين لاخر حبه ان شاء الله. فكيف بلا ما نوصيكم يعني ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، التشجيعات ديالكم، خلوا لي كومونتير ديالكم، واذا كان شي استفسار فانا غادي نجاوب عليه. فهنايا كما كتشوفوا انا عندي هنايا 400 غرام ديال اللوز. الكميه ما كدهمش يعني، نتوما وعلى يعني الا مقديتو. انا عندي 400 غرام ديال اللوز اللي اكيد عملته في الماء غليان، فسختو وخليته تنشف واحد 2 السوايع، من بعد قليته في الزيت اللي كتكون بارده اكيد. من بعد ما تحصلت على داك اللون الذهبي محمر مزيون، فهزيته وطحنته سخون باش نحصل على هذه النتيجه هذه. كيف ما قلت لكم 400 غرام. هنايا ضفت واحد 3 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره هكذا اللي دقيتهم مع شويه ديال السكر. ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره، ما تكونش مملوءه، يعني واحد المعلقه كبيره هيدا ديال السكر كلاصي. على فكره اضافه المعلقه ديال السكر كلاصي من الضروريات بالنسبه لهاد يعني المعسلات. فالسكر كلاصي عنده واحد الدور مهم جدا. من بعد ضفت واحد المعلقه كبيره ديال البوغ اولا الزبده اللي حيدنا لها الحليب، غير هي بارده. انا كنعدل واحد الكونتيتي كبيره وكنبقى يعني ما كنبقاش يكون محتاج ندوب، يعني كتكون عندي موجده مع معلقه كبيره بومبي عامره. ومن بعد هنايا هاد العقده هادي باش غادي نخدمها وغادي نجمعها، يعني بحال اللي غادي داك اللوز اللي عندي مقلي وهيداك كيف ما كتشوفوه يعني كيفاش كنقول بحال اللي محرحر هيدا، فغادي نجمعو بعقده ديال اللوز. شنو المعنى د عقده اللوز؟ عقده اللوز هي اللوز اللي مفسخ ومطحون طحنه بوحدو من بعد مع السكر الخشن، ومن بعد كنخلطو. يعني ماشي انا عملت مثلا 400 غرام ديال اللوز مقلي غنعمل معاه 200 غرام ديال عقده اللوز باش كيبقى لي اللوز المقلي والنكهه ديالو غلاب. من بعد خدمتهم مزيان، جاتني العقده بحال اللي نشفت شويه، اولا جاتني يعني هذا الخليط ديال اللوز المقلي مع العقده اللوز بحال اللي نشف شويه، فضفت شويه ديال الزبده. نتوما عينكم ميزانكم. شفتوا هنايا هي كتلم وكتجمع، ولكن باقي ما وصلتش لذاك الدرجه اللي بغيتها انا. فهنا غادي نزيد واحد شويه تقريبا معلقه ونص كبارين ديال المزهر. انا هاد المعلقه راه عندي صغيره، يعني نعملوا معلقه كبيره مملوءه ونص، وعينكم ميزانكم. صافي انا نخلط مزيان. جاكم اللوز مازال يعني كيتفرتت بزاف، غتزيدوا شويه ديال المزهر. جاكم بحال اللي عندي انا هيدا، يعني كيتكور هيدا بسهوله. فكان بها هذا هو القوام اللي كنفتشوا عليه. بعد اكيد غنحتاج الورقه ديالنا، غنقطعها كيف ما ديجا قطعت معكم الفيديو ديال المخدات اولا لي سيجار ديال الكاوكاو اولا القنوطه الكاوكاو. غنحاول نحصل على الشكل مربع. بالنسبه للورقه كنحيد هاد الاطراف ديالها، انا كنحيد بالقراده بالمقاص ما كنستعملش السكين، وكنفضل ما نستعملش المقاص. هاد القراده هذه يعني كتعجبني الصراحه، كتجيب لي التقطيعه معاوطه بالاخص ملي كنكون غنعدل هكا البريوات. المهم نتوما غتاخذوا القياس ديالكم. انا من بعد ما طويت الورقه على جوج غناخذ قياس 3 ديال الاصابع. بغيتو تعملوا مستيتين غتعملوا 2 ديال الاصابع، انا كنفضل 3 ديال الاصابع، يعني ما كيكونوش كبارين وما كيكونوش ستيتمين. عاود مره الانسان ما كتكفيه شي وحده، يعني هذه كتجي كافيه، فيها تقريبا 3 ديال العضات مع التعليكه، فيعني كافيه. صافي من بعد ما خديت القياسات كيف ما كتشوفوا كنرشم اولا كنعمل واحد الطابع من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش يجيني العبار مقاد كيف ما كتشوفوا. هادو هما السميطات اولا الورقه ديالها نعملها في شي بلاستيكه اكيد. وكنجيب لهنايا الكويرات ديالي ديال اللوز بهذا الشكل هذه اللي كنكون كوارتهم عملتهم على جنب، وكنبدا نعمر في البريوات ديالي بهذا الشكل هذا. العقده ديال اللوز ما تنساوش البنات، اولا هاد الخلطه ديال اللوز اللي عملنا دائما غطيوها بالبلاستيك. فانا شغلت عليها شويه وخليتها بحال اللي نشفات لي شويه. نتوما حاولوا تغطيو كلشي يكون عندكم مغطي في البلاستيك باش ما كيقيسوش الهواء. كيف ما كتشوفوا الطي ديال البريوه اهم حاجه هما القنيطات، يعني القنط دائما يكون مشدود، والقنط يكون مشدود. اما اللف ديال البريوه راه كلشي كيعرف كيفاش يلوي البريوه. اهم حاجه هي داك القنوطه يكونوا
مشدودين باش منين نقليو ما يخرج لنا شي اللوز. اكيد الطرف ديال البريوه كيكون مدهون بواحد شويه ديال بياض البيض، من الاحسن يكون بياض البيض. الا ما تعملوا داك العجينه ديال الطحين والماء، عملوا بياض البيض صافي. كنستمر على داك الطريقه، يعني الطريقه راه كلشي كيعرفها. من بعد غادي نمشي مباشره نقليهم كيف ما قلت لكم، ما كنخليهم لا يبسوا ولا ينشفوا ولا يباتوا، مباشره كنقليوهم. كنتيستي هنايا الزيت كيف ما كتشوفوا ما كتكونش سخونه مره، فغنخليها تزيد تسخن شويه. واخا الفيديو هنايا بان لكم بانني مباشره انا زدت شويه العافيه وخليت الزيت تسخنت شويه مزيان. من بعد كنلوح البريوات وكنقص النار، كنخليها متوسطه، وكنلوح البريوات هيدا كنلوحهم وكنخليهم دقيقه. ما نقيسهمش، ضروري البنات تخليهم واحد دقيقه ما تقيسوهمش. هيدا ولا تحركوا بهذه الطريقه اللي شفتوا. نشوف اذا باقي لي شي مكان فين نزيد. ومن بعد كيف ما قلت لكم دوز دقيقه، ما نقيسوش كاع، ما نحركوش. من بعد عاد نبقاو يعني تنحسوا بهم بحال يتشمعوا شويه في الزيت كما كتشوفوا معايا. من بعد نبداو نحركوا بواحد الشكل هيدا كما كتشوفوا بالشكل دائري باش كياخذوا لنا واحد اللون، يعني كيطيبوا مره، يعني كما كتشوفوا كيطيبوا مع بعضهم مره واحده وكيعطيونا واحد اللون اللي هو مزيون كلهم مع بعضهم مره واحده. يعني ما كنبقاوش وحده تحرقات وحده باقا بايطه وحده. واخا شفتوا انا ضفت بعض الحبات ديال البريوات معطلين ومع ذلك غادي نتحصل عليهم كلشي غيطيبوا لي في دقه واحده. صافي كنستمر هيدا، ما كنحيدش شي من يدي منهم ابدا، كنبقى كنحرك هيدا بواحد الشكل اللي هو دائري حتى كيبداو يتحمروا. هيدا كتشوفوا كنخرجوهم ما يكونوش محمرين بزاف. عاود يعني غادي يزيدوا شويه، اكيد غادي يزيدوا شويه في العسل. وكنستمر بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. دائما كيف ما كتشوفوا كنحرك بواحد الطريقه اللي هي دائريه عفوا. بعد كنستقطروهم مزيان ونعملوهم في العسل تكون بارده البنات وتكون ثقيله، ماشي بحال الشباكيه كنكونوا مضطرين ندفيو شويه العسل باش ما كتهرسناش. اما بالنسبه للبريوات او القنينطات او هاد المعسلات اللي كيكونوا في الورقه ديال الباستيله فكنعملوهم في العسل اللي هي ثقيله عفوا. اهم نصيحه نقول لكم البنات باش يبقاو لكم مقرمشين وحافظين على داك اللمعان ديالهم ويبقاو ويتعسلوا حتى للقلب، دبيتوهم دعملوهم في شي كيف ما عملت انا فواحد الانيه وتتساليو البريوات ديالكم كاملين تغطيو عليهم بشي طبسيل، تقلوا عليهم من الفوق. يعني ضروري ما تقلوا عليهم، تهبطوا يعني ما تخليوش البريوات يطلعوا للفوق. منين يتعسلوا يطلعوا للفوق، يعني ضروري ما تهبطوهم، يعني يبقاو غارقين كيف ما كنقولوا غارقين في العسل، يبقاو ليله كامله او على الاقل واحد 8 ديال السوايع. كنتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم.